بعد فوز الاهلي بالثلاثيه واحتفاله بدرع الدوري بعد طبعا فوزه بيه العام الماضي، بيقول عايز احذر من حاجه مهمه جدا. الاهلي حقق الدوري من شهر ونص تقريبا، الظروف فرضت علينا النهارده اننا نحتفل بالدوري كحق طبيعي لينا قدام جماهيرنا في اخر فرصه متاحه لده، لان انت خلاص دخلت في الموسم الجديد. انت النهارده وثقت تتويجك بالدوري، بس ده ما ينفعش يمتد لبكره ولو ثانيه. ما ينفعش يكون في اي تركيز او كلام او توجيه لطاقه اي عنصر في منظومه الاهلي غير للسوبر اللي بعد ايام يوم الجمعه الجايه. انت خسرت السوبر الاخير لصالح اتحاد العاصمه، والمباراه الوحيده في تاريخك قدام الزمالك في افريقيا وخسرتها كانت سوبر 1994. فدي الدوافع اللي المفترض تكون عندنا كلنا. وعشان كده اهم كلام اتقال بعد المباراه كان كلام كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عن التعليمات بانتهاء مظاهر الاحتفال بالدوري بعد المباراه او بعد الاحتفال مباشره ابتداء من تاني يوم. من بكره كلنا لازم هدفنا السوبر وبس، الدعم المعنوي للفريق والمسانده والتركيز وخلق الدوافع. البطوله دي هتفرق كتير في شكل الموسم. الدوري خلاص بقى في المتحف وللتاريخ، انما السوبر هو اللي جاي، هو اللي لسه عايزينه يخش المتحف ويبقى كمان جزء من تاريخ الاهلي.